السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا حديث لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. وكنا نعرف هذا الحديث هو مختص للإمام علي عندما أعطاه الراية وفتح خيبر. بالنقاشات السنية شو يقولون؟ هذا الحديث عيني طبعا ضدكم، ضد الشيعة. ليش؟ لأنه يعطينا رأي غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله مختص بعلي بن أبي طالب، معناتها الأئمة ما مشمولين، يعني ما يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله. هذا مردود عليكم يا الشيعة، مردود عليكم، يعني أئمتكم الله ما يحبهم ورسوله ولا هم يحبون الله ورسوله. يا حبيبي أنت غلطان، مو بس غلطان، أنت 60 غلطان. أولا أنت طبعا هم ما سمحوا لي، دخلت عليهم وطيتهم الحجة، قطعوني بعد ما رفضوني نهائيا. هذا مردود عليكم. ليش؟ لأنه سبب هذا الحديث هو عندما انهزم أبو بكر وعمر في خيبر، عندما انهزم أبو بكر وعمر في خيبر. ليعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، معناتها اللي قبله ما يحبهم الله ورسوله ولا يحبون الله ورسوله. واضحة مبينة. يعني من هذا الكلام المفروض بالبداية عرفوا أبو بكر وعمر، عرفوا بأنه هم لا يحبون الله ورسوله ولا الله ورسوله يحبهم. واضحة كلش، والله العظيم اللي يفكر بها وينتبه لها واضحة كلش. وكرار غير فرار، هم فرارين، هم فروا فعلا. يعني الحديث لازقهم لزق، لابسهم لبس، الحديث هذا لابسهم لبس. كلام النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهذا الكلام يعني ما يحتاج واحد يجادل به ولا يتناقش به، وهذا ملزم كل مسلم. هذا الحديث يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اللي قبله لا يحبون الله ورسوله ولا يحبهم الله ورسوله وفرارين.